اهلا وسهلا، السلام عليكم. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحه والعافيه، واهم حاجه هي صحتك النفسيه. حافظوا عليها البنات باش تقدروا تخسروا الوزن. ودائما في اطار سلسله الوجبات الصحيه اللي طالعه في البروتين وبنينه من فوق هادشي كامل، واهم حاجه كتخليك تستمري في هذه الرحله ديال خساره الدهون. غادي نشارك معك هذه الوجبه اللي كتجي بنينه 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 3 المرات بنينه، ونقدر نقولها حتى 6 المرات في كثره ما فعلا واعره. وجبه كامله متكامله، فيها الكاربس، فيها البروتين، فيها الدهون الصحيه والفايبرز. يا سلام، خلينا مع الوصفه. غتاخدي واحد الكاميله وغتطبقي هادشي اللي غادي نقول لك بالحرف، ما تزيني ما تنقصي. 150 حتى ل 200 غرام ديال الكفته. البروتين كيعتمد على حسب شحال خاصك نتيا في النهار الواحد. كديري شويه البزار، شويه الملح، تومه بودر، ومعلقه كبيره ديال طوميطو صوص. كديري هادشي كامل مع بعضياته وكيتشحروا. بغيتي تسبقي الكفته بوحده سبقي، عاد تزيدي العطريه، كيبقى لك الاختيار. حنا دائما في اطار الوجبات الصحيه السريعه، واللي اهم حاجه كتجي بنينه هو الخفه. دغيا كتزربي على الماكله وكتجي يا سلام. كتخلي داكشي يتشحر كي قلت لك في الاول، ما تزيني ما تنقصي، بلا ما ديري المطيشه العاديه وبلا ما ديري البصله. غير جربي كيف ما تنقول لك وانت غادي تحكمي من بعد. غادي تشحري داكشي وغادي تاخدي ليه واحد نيجيله، غادي تقسميها على هاد الطريقه هذه. خلي ليها هذيك النويويره الفوق باش تجي مزوقه. الحركات بركات، حنا صحابات الريجيم وصحابات الاكل الصحي، عزيز علينا الزواق. غادي تفلحيها هكاك بالطريقه اللي كتناسبك. انا درت مربعات ومن بعد عاد بقيت كنفلح فيها بالجنب. بالنسبه للطريقه ديال الطياب كيبقى لك الاختيار، يا الفران يا الاير فراير. اهم حاجه بلا ما ديري الزيت، فقط كديري شويه ديال البزار، شويه ديال الملح الا بغيتي ما تحسيش براسك انك هاد النيجلات كتشويهم هكاك مساكن ناشفين. المهم ما ديريش الزيت. الا غديريهم في الفران فرشي ورق الفرن باش ما تحتاجيش الزيت، والاير فراير خلاص الله ما كتحتاجش الزيت هي اصلا، يعني تفاديا لدوك الزيوتات ما عندك ما ديري بهم. اصلا الكفته طيبناها بالزيت، زائد هي اصلا فيها دهون، وعاد الفرماج حتى هو دهون، يعني ما ديريش الزيت. ونعاود نذكرك بواحد الحاجه مهم بزاف اللي غادي تنفعك في هذه الرحله ديال خساره الدهون او خساره الوزن. وانا كنتمنى انك تكوني مركزه على خساره الدهون وماشي وزن كيبقى رقم فوق الميزان، ماشي بحال الدهون فاش كتخسريها كيبان لك الشكل ديال الجسم ديالك غادي وكيترسم، كتبقاي غادي وكتنحسي. ما علينا. الملاحظه هي عافاك اختي ركزي على النسبه ديال الدهون. علاش هنا ركزت لك في الدنجال بلا ما ديري الزيت؟ علاش؟ حيت هذه الوجبه فيها الكارب. الملاحظه اللي بغيتك تركزي فيها هو ملي تكوني دايره واحد النظام كامل متكامل، ضروري تخلي الكارب قليل والدهون قليله، اولا واحد فيهم يكون كتير وواحد قليل. ما تبقايش مخليهم بجوج بهم مع بعضياتهم قادين في العبارات. ما تخليش الكارب والدهون الصحيه دهون صحيه والدهون الصحيه مقادين في العبارات. لا لا لا، هاد الغلط كيخليك في ثبات الوزن. بزاف تيكونوا دايرين نظام زوين ومتبعين مثلا صيام متقطع وكيكون كلشي هو هذاك، اولا دايره عجز السعرات الحراريه وتيكون كلشي هو هذاك، ولكن تتقول لي عندي ثبات الوزن. عرفتي فين كاين المشكل؟ في العبارات. كتخلي العبار ديال الكربوهيدرات هو نفس العبار ديال الدهون. ما يمكنش، خاصك تخلي الجسم ديالك يعتمد على مصدر طاقه واحد، يا كربوهيدرات يا دهون. هادشي ما كيعنيش انك تقطعي واحد فيهم، ولكن خاص العبار يكون مضبوط. الكربوهيدرات كتكون شويه زايده على الدهون كتكون في المتوسط، اولا العكس، الكربوهيدرات كتكون قليله والدهون كتكون كثيره. ولكن هنايا في هذه الحاله نقول لك لا، الا كنتي كتريني غادي تخلي شويه الكربوهيدرات زايده مع عجز السعرات. ما كنقولش لك هنا زايده تفوتي الحدود، غادي تخلي الكربوهيدرات زايده غير على الدهون، ماشي زايده على الحساب اللي نتيا حاسبه. يعني ضروري هنا خاصك تطبقي واحد العجز ديال السعرات. انا شارحه هادشي في واحد الفيديو اخر. المهم باش ما نصعبهاش عليك، خلي العبار ديال الكارب مختلف على العبار ديال الدهون. البروتين ما فيش المشكل، مهم ما تاكليش منه قليل، ما تاكليش منه قليل، زدتي فيه ما كاينش مشكل. ولكن الكارب كيلعب دور كبير الا زدتي في العبار ديالو، والدهون كذلك. خلي الجسم ديالك يعتمد على مصدر طاقه واحد. عافاكم الناس اللي دايره الصيام متقطع، راه حتى انا دايره الصيام متقطع. ما تقولوش ليا حنا ما كنحسبوش وحنا كناكلوا اللي بغينا وحنا دايرين نظام هرموني و النظام الهرموني ما فيش كثره الكربوهيدرات. البنات الله يهديكم، النظام الهرموني اللي كيعالج لك المشاكل الهرمونيه والمفاصل وداك الشيء ما فيش كثره الكربوهيدرات. يعني انت تتاكلي
طبسيل قد الوطن ديال الكربوهيدرات وكتجي تقولي لي انا دايره الصيام متقطع ما عنديش نحسب حيت انا دايره نظام هرموني. نو واي، ما يمكنش راه الكربوهيدرات اصلا العدوه ديال دوك الهرمونات اللي نتيا باغا تعالجي. راه ما يمكنش ما تقوليش دايره نظام هرموني انت كتاكلي زرده ديال الكربوهيدرات. راه خصك، انا ما قلتش لك عبري بالميزان، ولكن ما كتشوفي عينك ميزانك. ناري موضوع طويل هذا، هضرت بزاف اختي ونسيت لك الوصفه. ويك عباد الله اختي، راه كشتيني شنو درت في هذوك القوالب. كتمعسي داك الدنجال وكتزيدي عليه الكفته، اولا كتحيدي داك العماره وكتزيدي على الكفته كتخلطيها مزيان وعاد تعمري القوالب. كتزيدي الموتزاريلا حبيبه الملايين وكتدخليها الفران اولا الاير فراير. غادي نجيو دابا لهاد العدس. هاد العدس اللي ما يمكنش تشبعي منه، ولكن ضروري خاصك تشبعي منه حيت انت يا اختي بطاله وباغا توصلي لواحد الهدف. هاد العدس اصفر ماشي العدس الخضر ديالنا، هاد العدس الاصفر غادي بنفس الطريقه ديال الطياب ديال العدس العادي، غير هنا ما كتحكي لا مطيشه لا بصله لا حتى شي حاجه. نتوما البصله مطيشه كتقطعيهم عشوائيا، كتزيدي العطريه اللي غادي نخلي لك مكتوبه وغنقولها لك حتى هنا بالخف. البزار، الملح، خرقوم، التحميره، ورق غار والكاري. اهم حاجه في هذا العدس هو الكاري والكمون حبوب. كتروي بالماء كتروي مزيان وكتحطيه فوق البوطه على نار مهيله. هاد العدس كتنسايه في البوطه، ماشي بحال العدس الاخر اللي خاصك توقفي ليه الطياب باش ما يتهرهرش. لا اختي، هذا خليه يتهرهر، هو الشكل ديالو بحال هكا. هذا عدس باكستاني كيديروه بزاف. كتخليه يتهرهر حتى كيولي بحال البصاره. راه ابوسي كيفاش يجي هاد العديسه. كوليه بالخبز ولا كوليه بالروز اللي بغيتي. كنهضر مع الناس اللي خارجه الموضوع ديال هادشي ديال العبارات وهادشي، كوليه باش ما بغيتي. ولكن هنايا في هاد الحاله حنايا غادي نصيفطوه غير بالمعلقه. اتفقنا. غادي نجيب لهاد الشلاضه اللي معتمده عندي، والناس اللي متبعيني في الانستغرام عارفين اني تنديرها كل نهار. ماشي كل نهار، تندير الكميه ديال يومين اولا 3 ايام وكتبقى ليا. فقط العطريه ما كنديرهاش باش كتبقى مزيانه. ولكن هنا غنخلط كل شيء حيت حنايا جوج ناس فغادي ناكلوا هاد الشيء كامل. الخس، المطيشه، الخيار، يمكن درت شويه ديال البصله هنايا في هاد الشلاضه، حيت شي مرات كنديرها وشي مرات ما كنديرهاش. امتى ما كنديرش البصله؟ فاش ما كتكون عندي حتى شي حاجه مطيباها فوق البوطه اللي فيها البصله. هاد العدس هذا فيه البصله، يمكن خديت منه شويه. هنا كنت كنهضر وكنقول لكم خذوا لي هاد الجبنه البيضاء مكعبات. هذه غريك ستايل، غريك يعني يونانيه، طالعه في البروتين. غادي تاخدي الزيتون اولا كورنيشون، شي مرات كندير كورنيشون شي مرات كندير الزيتون. المهم اي حاجه محمضه اللي غادي تماتشا بالجهد مع هاد الكريك تشيز. يا سلام الا صادفتوه هذا خذوه. كتجي سلطه بروتينيه. شتي هاد السلطه تضيفي عليها غير 3 البيضات وهانتي عندك وجبه. يا سلام. بالنسبه للعطريه اختي راه باينه، الشلاضه، البزار، الملح، الخل، شويه ديال زيت العود. نكملوا على نظام الهرمونات. تقدروا دابا تسولوني وتقولوا لي واش ضروري الا بغينا نعالجوا راسنا واش ضروري نقطعوا الكربوهيدرات؟ ماشي ضروري، ولكن غادي تقلي منها بزاف مع الرياضه، مع تمارين المقاومه والكارديو. علاش انا قلت لكم ديك الهضره ديال نظام الهرمون ما فيهش بزاف ديال الكربوهيدرات؟ انا ما قلتش ما فيهش الكربوهيدرات. الا ما بغيتيش تاكلي الكربوهيدرات مزيانه سيري مخيره غادي تعالجي ان شاء الله. وكذلك الا خليتيهم غادي تعالجي، ولكن يكونوا بكميه قليله بزاف. انا كنهضر على الناس اللي تيقولوا لك حنا كناكلوا اللي بغينا في الصيام متقطع حيت حنا دايرين نظام الهرمونات. ما يمكنش. الا كنتي ما باغاش تحسبي وكانت هاد القضيه ديال الحساب كتبرزطك وحتى ناس اخرين اللي شتيهم كيحسبوا كيعصبوك، ماشي مشكل، صبري معنا واحد شويه. ولكن على الاقل حسبي غير الكربوهيدرات اولا عينك ميزانك. حيت انا راه دايره هاد النظام، راه انا مازال كنعالج راسي. انا راه ما يمكنش تعالجت من مقاومه الانسولين، هشاشه العظام، المفاصل، الخمول، العيا، كنفيق مدقدقه وكنعس مدقدقه بحال هازين عليا الملحه، فيتامين د ناقص، اوميغا 3 ناقص، بي ناقص. ما يمكنليش نحبس هذا الهيت هذا كامل الزوين ونرجع لديك الحياه البائسه ونبقى ناكل في المسمن والبغرير والسقاطه والشوكولاط اللي ما عنده حتى شي قيمه غذائيه. السقاطه اللي ما عندها حتى شي قيمه غذائيه ما يمكنش. اذا انا غنبقى عايشه على هذا النمط هذا. باش انني غنبقى عايشه على هذا النمط الصحي شنو اختاريت ندير لو كارب سايكل كارب، نظام قليل الكربوهيدرات مع سايكل كارب اللي هو دائره كتبقاي تدوري فيها. اليوم كاين الكارب غدا ما كاينش الكارب، تدوير النشويات. اليوم كاين الكارب غدا ما كاينش الكارب. اليوم كاين الكارب عندي الرياضه غادي نتريني تمارين المقاومه. غدا ما عنديش الكارب غادي ندير فقط كارديو هكا بلي ماشين، اولا نخرج غير نتمشى ونشم الهواء. وانت يا غاده بحال هكا
يا سلام على نتائج كتلقاي، يا سلام يا سلام. صدقوني تبعوا هاد النصائح وهاد الهضره كامله اللي كنقول لكم، ومن بعد شهر اجي عندي واعطيني الراي ديالك. كولي الكارب ولكن حسبيه، ما بغيتيش حسبي الدهون والبروتين، حسبي لي الكارب. البروتين راه كيبان واش قليل او لا كثير. الا كان كثير ما عندك مناش تخافي، ماشي مشكل، ماذا بينا يكون كثير ولكن ما يكونش قليل. اهم حاجه هو الكارب تحسبيه. وحتى الدهون كي قلت لك ما تخليهمش بنفس العبارات، ضروري يكون واحد الفرق. وانا شارحه هادشي كامل كيفاش تحسبي العبارات وكيفاش تحسبي الاحتياج ديالك من البروتين والكارب والدهون في واحد الفيديو. اختي سيري تفرجي فيه عافاك باش تفهمي كل شيء، حيت الا بقيت داويه هنا ما غاديش نسالي. كنوريكم هنا البروتين واي. غادي ناخذوا مع هاد الوجبه حيت الكفته اللي تما بانت ليا ما كافياش، كنت غناكلها بوحدي ولكن خليت ليه واحد الباطو ديال الدنجال والكفته. هادشي علاش داك البروتين اللي كاين غير في طريف واحد ديال الدنجال ما غاديش يكفيني. فشنو غندير هنا؟ غادي ندير الواي بروتين. واش ضروري اجوجو ناخذوا الواي بروتين او لا؟ ماشي ضروري. وخير مثال هو هادشي اللي قلت لك عاد دابا شويه. انا شفت ديك الكفته ما كافيانيش في البروتين، اذا اختاريت نكمل داك الاحتياج من البروتين اللي عندي. الواي بروتين هو مكمل تيكمل ليك في حاله ما فيك اللي تاكلي مثلا، ولكن خاصك تدخلي البروتين. اولا مثلا بحال هكا عندك واحد الوجبه ولكن ناقصه في البروتين، شنو غندير؟ غنوض ناخذ ليا واحد سكوبه وغادي نزيد عليها الماء وغنهبط عليها فقط. اولا شي مرات كتجي عيانه من لاصال وفيك المود ديال الجوع وانتي مازال ما وجدتيش الماكله ديالك، شنو كديري هنا؟ كتاخدي واحد سكوبه ديال الواي وكتشربيها، ومن بعد كتدخلي الكوزينه توجدي الماكله ديالك. يعني الهدف اختي هو ما تخسريش البروغرام. هادشي باش كينفعك الواي. ماشي ضروري الا كتكملي الاحتياج ديالك من البروتين في اليوم الواحد، نهائيا ماشي ضروري نهائيا. ولكن الا كتكوني في حالي هكا شي مرات اب داون، فخودي خليه عندك للاحتياط. واهم حاجه خودي شي واي بروتين يكون نقي وصافي وزوين وما يديرش لك عسر الهضم اللي كان عندك طبعا القولون وداك الشيء. فخودي اللي تكون صافي وعندك خير مثال الايزو. ما فيش اللاكتوز. انا واخداهم بجوج صراحه، واخده الواي ستاندار هذاك فيه اللاكتوز وحلو بزاف، ولكن ديك الساعه ما كانش عندي خبره كثيره في الواي، هادشي علاش خديته. ومن بعد بزاف ديال الابحاث بقيت تنقلب من هنا ومن لهي، لقيت باللي الايزو هو احسن، ماشي احسن واحد ولكن احسن من داك الواي ستاندار. كاين ما احسن من الايزو، ولكن حاليا اللي عندي انا اللي كنقول لك غير اللي عندي مثلا هذا اللي قدامك، هذا الايزو 100 وما فيش حتى هرمونات اضافيه. وتعلموا دائما تقراو في داك الطابلو اللي تيكون مكتوب من مور اي علبه اي ساشي، بقاو تقراو. شي فاش كتقراي وكتخدمي المخيخ تيبقى يقرا كتستهلكي سعرات حراريه. وهنا شنو كيوقع؟ كتخسري الدهون. يعني اختي حركي العضله وحركي حتى المخيخ. ما تنسيش ليا الرياضه، هادشي علاش قلت لك حركي ليا العضله. وهكذا تنكون وصلنا للاخر ديال الفيديو سيداتي. وشوفي لي هاد الوجبه كيفاش كتجي، شوفي لي ديك العريش ديال الدنجال كيفاش كيجي مزوق طبيصيل. بالنسبه للطوميطو صوص بغيتي اختي تزيدي باش تبان لك ديك العماره حمراء، زيدي. انا ماشي سوقي، انا كنقول لك العبارات اللي درتي. الا كنتي الهدف ديالك خساره الدهون، تنشفي لي دوك الدهون اللي عندك. شي حاجه اخرى زيدي في المقادير كيف ما بغيتي. شوفي لي الشليضه، شوفي لي العدس، شوفي كل شيء. هاد الوجبه شحال تجي بنينه قد ما شكرتها لك ما غاديش نسالي. يا ربي تجربيها، ويا ربي اللي مازال ما بداتش تحيد عليها ديك الشحمه اللي معنكشاها، ماشي معنكشه ليها الصحه ديالها وعاد هي. يا ربي اختي يهديك وتنوضي تبداي معايا. انا دائما هنا كنحط لك الوجبات وكنعطيك النصائح اللي غادي ينفعوك واللي الناس كيخلصوا عليهم الفلوس باش ياخذوا هذوك النصائح. طبقيهم كيف ما تنقولهم ليك وان شاء الله غادي تشوفي نتائج. وشاركيهم معايا في الانستغرام ما تنسايش. ونشوفك في فيديو اخر ان شاء الله. تهلاي في راسك، تهلاي في صحتك، حتى شي واحد ما غيديرها بلاصتك. بسلامه.